بنكمل مع حضراتكم في يوم جديد وبنغوص اليوم في عالم التراث والفلكلور المصري بكل ما يحمله من قصص وأساطير وحكايات شعبية شكلت وجدان المجتمع المصري على مر العصور. حول التراث والفلكلور أيضا هتكون فقرتنا اليوم. ضيفنا اليوم هو الكاتب والمؤرخ الأستاذ العربي عبد الوهاب، أحد أبرز الباحثين في التراث والأدب الشعبي ومقرر منتدى السرديات بالنقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالشرقية ومدن القناة، وأيضا له إسهامات عديدة في مجالات القصة القصيرة والرواية والدراسات الأدبية، كما أنه أيضا خبير اجتماعي ومتخصص في السياسة التربوية والتعليمية منذ عام 91. أستاذ عربي، أهلا بحضرتك وسنة وحضرتك طيب وبخير. اهلا بحضرتك يا فندم. منورنا يا فندم. يعني ازاي، عشان نعرف الاول نكلم الناس اكتر عن التراث والفلكلور واهميتهم، محتاجين نعرف اكتر تعريف التراث والفلكلور وايه الفرق بينهم. بداية لازم نعرف منين خرجت او مصطلح فلكلور. هو بينقسم لكلمتين، فلوك وكور. وفلوك بمعنى انسان، وكور بمعنى معرفة. فهي تساوي معارف الإنسان أو خبرة الشعوب، يعني حكمة الشعوب. الفولكلور بيعني بشكل أساسي بدراسة المأثورات والممارسات اللي حوالين هذه المأثورات. يعني عندنا عادات، تقاليد، عندنا مأثورات خاصة بالأمثال، خاصة في رقصات خاصة بالرقص الشعائري، الرقص الرمزي. في عندنا سلوكيات وعادات وأشياء كثيرة جدا من التراث الشعبي لابد أن كانت تنضم تحت لواء واحد ومصطلح يكون معبر عنها، وهو مصطلح الفولكلور. كويس. فالفولكلور بيعني لو قلنا بداية نشأة هذا العلم، يعني وهو نشأ على إيد عالم بريطاني اسمه ويليام جونز. والعالم سنة 1800 تقريبا 44 أرسل رسالة إلى جريدة تسمى انثيوم أو ذا انثيوم، إنه يخصصوا فيها فصل أو يعني ساحة صغيرة كده، مساحة صغيرة لكي يتم التعليق على بعض السلوكي، بعض العادات والبعد الشعبي اللي بيخص هذه العادات. وتولى هو فيما بعد إن هو يكون له زي باب أسبوعي يقوم فيه بتعليل وتفسير هذه العادات القديمة وهذه السلوكيات الخاصة بالشعوب، بالشعب أو بالتراث الشعبي القديم لهذه الشعوب. بدأ الاهتمام من هنا يظهر على إن تشكيل الهوية بقى. يعني مثلا لو قلنا إن دلوقتي الجمعية البريطانية أقرت إن يكون في علم تحت مصطلح فولكلور، فهي أقرت أيضا بأهمية وضرورة دراسة هذه الفئات الاجتماعية أو هذا التراث الشعبي المتمثل في أشياء كثيرة جدا كما ذكرت، المأثورات الشعبية من أمثال، ومن اللي هو نقول عليه التراث القولي والتراث الحركي العملي. يعني عندنا مأثور قولي متمثل في الحكايات، حكايات الشعبية بكل تطوراتها وأبعادها. في عندنا حكايات خاصة بالجن، بالخزعبلات، في أساطير. هو كان يعني هذا العالم البريطاني في البداية، ودي كانت من ضمن السلبيات يعني اللي أخذت عليه، إنه عايز يدرس الفنون القولية فقط. طب الممارسات السلوكية، يعني احنا عندنا مثلا في مصر في حاجة اسمها حلقات ذكر. ما هذه رقصات شعائرية رمزية بيقوم بها فئات من الناس بتذكر الله وتفضل تهتز يمينا ويسارا وهي تردد مثلا اسم الجلالة.
طيب هل معنى ده، علشان بس الناس تبقى مركزة معانا ما نخرجش عنها، في تعريف الفولكلور، هل التراث هو جزء من الفولكلور؟ نعم، التراث هو جزء من الفولكلور. المسمى والمصطلح الأكبر مم. هو الفولكلور، فالتراث هو جزء. والتراث هو جزء. ولذلك أخذ على هذا العالم البريطاني أنه قال إن الفولكلور يدرس فقط الفنون القولية. طب ما عندنا حركات وطقوس ورقصات وعادات وممارسات هي أخرى. أيضا من ضمن الفولكلور. نعم. طيب هل الفولكلور والتراث ممكن نعتبرهم، او التراث الشعبي بشكل عام، ممكن نعتبره مرآة بتعكس تطور المجتمع المصري عبر الزمن؟ يعني عايز اتكلم عن مصر تحديدا طول الوقت. جميل. من أهم الأشياء التي تشكل وعي أي شعب هو موروثاته. من هنا هناخد ملمح صغير على فكرة العولمة. المجتمع الغربي لما حب ان هو يطبق فكرة العولمة قال لك ان العالم عبارة عن قرية صغيرة، وانتشر طبعا الوسائل التكنولوجية الحديثة من انترنت وخلافه، وهو عايز من خلال هذا ان يفرض ثقافة عامة وهي ثقافته هو، ويقلل من تأثير الثقافة الشعبية، وبالتالي يلعب في مسألة الهوية. وده موضوع خطير جدا. ومن هنا كان العلماء المهتمون بالفولكلور ودراسة التراث الشعبي كانوا مهتمين جدا انه يحافظوا على الهوية. الذي يحافظ على الهوية ويؤكدها دائما التراث الشعبي والفولكلور والاهتمام به. طيب خلينا نروح لجزئية تانية مهمة. ايه ابرز اشكال الفولكلور اللي ما زالت حاضرة في الثقافة المصرية حتى هذه اللحظة؟ مؤكد إلى الآن في على مستوى المأثور عن ناس بترددها وبتستعين بيها وبتؤمن بيها تماما. يعني خلاص كأن هذا المثل قانون ويجب احترامه. لكن في أي الطبقات هذا يردنا إلى بداية ظهور المجتمعات. عندما ظهرت المجتمعات الأولى البدائية يعني انقسمت مع تطورها إلى فئتين: فئة السائدة والفئة المسودة. الفئة السائدة هي الطبقة الأعلى التي تفرض على الطبقة الأدنى ثقافتها. الطبقة الأدنى اللي هي عموم الشعب لهم ثقافتهم الخاصة، فبدأوا يحافظوا على ممارسات وعادات وسلوكيات وفلكلور وأشيائهم الخاصة. مع مرور الوقت ظهر علم وظهرت علوم الفلكلور والتراث الشعبي والاهتمام. ظهرت أيضا الفرق الخاصة بالفنون الشعبية. يعني نلاقي مثلا فرقة الشرقية للفنون الشعبية أخذت من الصيت أنها بقت فرقة عالمية. ليه؟ لأنها بتقدم لي رقصات خاصة بمجتمع محلي وبسلوكيات، ومثلا رقصة الطهور، رقصة الزواج، رقصة كذا. كل هذه الرقصات بملابسها الشعبية الجميلة اللي بها نكوش كده، ونلاقي أن البنات بيلبسن الجلاليب المطرزة. نلاقي مثلا اللبس بيظهر في الرقصة الشعبية نفسها. نلاقي مثلا على سبيل اللبس يعني والملابس، نلاقي مثلا ان فاكوس اشتهرت بانها بتصنع حاجه اسمها البلغه، لا مؤاخذه، البلغه الفاكوسي، وبقت مشهوره جدا وجيده جدا واخده. وكتب ونعتبرها من التراث طبعا، وكتب عنها صديق الكاتب الكبير محمد عبد الله العادي قصتين. اذا موجوده بقى، انتقلت هذه الاشياء الى الادب والى عالم الادب. طيب الجزئية الثانية، اختلاف أشكال الفولكلور من منطقة لأخرى في مصر. يعني حضرتك قلت مثلا في فولكلور شعبي، الأمثلة ممكن تكون في كل عموم مصر، ومع اختلاف المناطق مثلا يكون في أمثلة مختلفة. زي في الصعيد ممكن يكون في أمثلة مش موجودة في وجه بحري أو في الدلتا. لكن كمان هل في عادات بتختلف من محافظات للتانية؟ إيه أبرز العادات اللي مستمرة من مناطق لأخرى موجودة؟ ممكن نقول حاجة، إيه هي؟ من أين نشأت العادة؟ يعني العادات دي بداية نشأتها إيه؟ هي بداية احتياج البشر لهذه
الممارسات. يعني لما نقول مثلا ان الفلاح في الدلتا وعنده ارض متسعه مثلا، فيبدا يعمل حاجه اسمها اغاني الحصاد. اغاني الحصاد. اه. مم. طيب عندما يجي يجني القطن يعمل اغاني لجني القطن. طب لو رحنا لمجتمع الصيادين نلاقي فيه اغاني خاصه بالصيادين تختلف تماما عن الاغاني الخاصه بهذا الفلاح الريفي اللي في دلتا مصر. لو رحنا للصعيد نلاقي ان الفكر والقناعات والامثله خاصه بمجتمع فيه صرامه، فيه عادات قويه. ولذلك نلاقي ان الموروث وعلى مستوى الامثال وعلى مستوى العادات نلاقيه بيؤكد هويه هذا المجتمع، اللي هو مثلا ما يقبلش الغريب، اللي هو مثلا يتعامل معاه بحذر شديد جدا، اللي هو ان هو مثلا شديد الكرم. لأن المجتمع الصعيدي، القبائل العربية وصلت إلى الصعيد في البداية وحطت هناك، فانتشرت عادات خاصة بالعرب عندما حطت القبائل العربية هناك. فالعادات لم تنشأ هكذا، يعني نشأت نتيجة احتياج البشر لهذه العادة، ومن ثم بدأت تغني، تعمل أغاني، بدأت تنسج ملابس خاصة. يعني نلاقي مثلا الست الريفية تلبس ايه؟ تلبس جلباب واسع بصفرة وكرانيش. الجلباب الواسع بيغطي المفاتن، ولذلك السيدة تلاقيها مع زوجها في الغيط وهنا وهنا وعادي جدا، ما فيش. بالعكس ده يمكن عندما يعني استغلق المجتمع او حجم في فترة معينة كان خطأ. ليه؟ لأن المجتمعات البدائية البسيطة السيدة فيها لا تقل عن الرجل وبتشاركه في كل شيء، ومجتمعاتنا ابرز دليل على ذلك يعني. طيب الأمثلة الشعبية ممكن تكون بتعكس القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع. هل مع التطور اللي بيحصل ووجود أجيال جديدة ما زالت حضرتك شايف إن هي ما زالت مستمرة وما زالت بنفس قيمتها؟ لا، بتقل حسب تدرج المجتمع. بمعنى ايه؟ ان لما اقول مجتمع القاهري مثلا بيختلف عن مجتمع الشرقية، بيختلف عن القرى في ريف مصر مثلا. ليه؟ لأن ما زال الريف رغم ان في تطور والتكنولوجيا انتشرت وموجودة في كل مكان، لكن القبضة ما زالت يعني لها تأثير في المجتمعات الريفية والصعيدية. أما في المدن الكبرى فالمدينة بنت الحضارة، بنت التطور، فبتقبل باستمرار الجديد وبتنفي القديم أو بتعاديه. فلما نلاقي حد مثلا لابس جلباب كده وهو موجود في القاهرة، ده فلاح، علما بأن ده اللبس الأصلي للشعب المصري. يعني لما نلاقي صور في بداية القرن العشرين وفي نهاية القرن التسعتاشر ما فيش حد، كله لابس جلباب وكله لابس حاجة مغطية الرأس اللي هو الشال، وكله ده زي الشعب. ومن ثم الزي الشعبي ده بيظهر مع الفرق الفنون الشعبية مع كذا، لأن هو ده الهوية اللي مثلتنا. لكن تطور التكنولوجي وسرعته عايز يؤثر على هذه الهوية، عايز يقلل. انا مش بقول الناس كلها تروح تلبس جلاليب، ما عادش، لا يجوز. يعني حتى عمليا على مستوى العمل احنا محتاجين لسروال او بنطلون مثلا وجاكيت او تيشيرت، محتاجين للبس عملي. طيب الحكايات الشعبية المصرية ازاي تأثرت بالعوامل الاجتماعية والسياسية؟ وهل هناك حكايات نشأت في الشرقية تحديدا أو مدن القناة ولم تعرف في باقي مصر؟ أنا هذكر آخر حاجة كنا يمكن نتحدث فيها أنا وصديقي، على إن مثلا في حكاية هي كتبها كاتبنا الكبير يوسف إدريس في قصة واتعملت فيلم اسمها أكان لابد يا ليلي أن تضيء النور. لكن في حكاية شعبية ذكرت أنها حدثت في الحلمية تبع مركز أبو حماد، وأن هناك رجل ريفي بسيط رايح يحضر عزاء، فمعاه مجموعة من أهل قريته، فوصلوا علشان يحضروا العزاء. كان المغرب أذن، فصلاة الجماعة الأولى انتهت، فهم قالوا له لابد أن تكون لنا إماما. يا جماعة أنا مش حافظ غير المعوذتين والفتحة وما صليتش بحد قبل كده. قالوا لازم فهو نوى وقرأ الفاتحة والمعوذة وسجد، وعندما التفت يمينا فوجد أن الأربعة دول بقوا 10 اليمادي و10 اليمادي، اتخض من عدد الناس اللي هي مأمومة اللي هي وراه، فراح واخد بعضه قايم
وترك الجماعة وساب الصلاة وقام راح العزاء وقعد هنا. فدخل أحد الناس لقى الناس ساجدة دون إمام، مم. فابتسم وضحك، وايه جابتوا بتصلوا من غير امام؟ فانتبهوا ان فعلا الراجل كان مده طويله هم ساجدين، ما فيش حد يعني ما فيش حد قال الله اكبر ولا امام. فبعد كده تحول هذا السلوك او تحولت هذه الحكايه الى حكايه وردت في قصه ليوسف ادريس. ايهما الاول ايهما بدايه؟ لابد لو القصة أم تتبعنا الحكاية؟ القصه ام الحكايه، واضح ان الحكايه الشعبيه هي الاقدم، مم. لأن القصة أو الأدب بيأخذ وينهل من من التراث. التراث. مم. ففي حكايات أخرى مثلا زي إيه، ودي بتؤكد ذكاء المجتمع الشرقاوي والمجتمع المصري بشكل عام. إن رجل اسمه مثلا الحاج عبد الرحمن في ضاع منه ديك، فطلع الديك ده بتاعي، السيدة جارته تقول لا الديك ده بتاعنا احنا. فهيعملوا ايه؟ هتبقى في مشاجره. قال له لا، طب نحتكم للحاج عبد الرحمن نشوف هيقول ايه اهل الراي بقى واهل العلم واهل الخبره يعني. فقال لهم طب يا جماعه لو سمحتم انتوا تهدوا خالص، احنا هنسيب الديك عندما يحل المساء بيروح عشان يبيت، مم. فهو عارف المكان اللي بيروح يبيت فيه، فهنسيبه يروح فعملوا صفين، صف باتجاه بيت الشاكي وباتجاه الصف الآخر بجانب جارته، وفوجئوا بأن الديك لم يذهب في هذا الاتجاه ولا ذاك، ولكنه راح بيت الحاج عبد الرحمن، ده المكان اللي بيبيت فيه. مم. ولكن الحاج عبد الرحمن من الأول ما قال لهمش الديك ده بتاعي، قال لهم احنا هنترك الحل لغريزة هذا الطائر البسيط. فهذه هي الحكمة الشعبية الجميلة، يعني بتؤكد حاجة جوه هذا المجتمع، ان هو مجتمع هادئ جدا، بيعتمد على الذكاء، بيعتمد على الحلول السلمية وليس العنف. مم. ولذلك ظل المجتمع الريفي المصري إلى فترات يمكن مثلا 20 أو 30 سنة مجتمع هادئ جدا وجميل جدا ومتسامح جدا على المستوى الديني والأخلاقي والاجتماعي، بيتصف بأشياء عظيمة جدا. ولذلك كان لما تعرف أن حد جاي من الريف تقول له ده أنت أكيد محمل بالعادات والتقاليد وحتى المأكولات نفسها، ده أنت أكيد جايب لنا معاك وز وبط وجايب لنا حاجات جميلة من كده الريف. يعني. طيب جزئية أيضا هامة بالنسبة للمصريين هي مقامات الأولياء والكرامات. دي داخلة في الموروث الثقافي جدا والوعي جدا الشعبي موجودة. ومؤثرة وما زلنا بنلاقي. هل ما زالت مؤثرة؟ طبعا طبعا. يعني احنا لغاية دلوقتي بنروح لسيدنا الحسين والناس على فكرة يعني في تصور عند بعض الناس المنغلقين، يعني يقول لك لا ما هو بص طول كده حرام لأن احنا الدين والسنة فقط. مم. خالص، وهو ما أشركش عندما أخذ من سيدنا الحسين أو السيدة زينب أو بعض المشايخ المنتشرين في ربوع مصر زي الشيخ سيد البدوي، وما لم يشرك بالله، ولكنه بيستعين زي ما أنت بالظبط تاخد معاك حد بتحبه كده يعني يبقى زي واسطة أو حاجة كده عشان تروح تقابل المسؤول الكبير، فيمكن ده يقول كلمتين في صالحك يعني كده، لكن هو مقتنع وعارف أن الخالق هو الله، وأن الولي لن يقدم ولا يؤخر، ولكنها البركة. مم. هو بيرتاح، هو نفسيا بيرتاح، فنلاقيه ولذلك في مشايخ لهم كرامات وأولياء لهم كرامات، وفي أولياء ليس لهم كرامات. يعني الكرامة دي في حد ذاتها محتاجة إلى شروح وإلى حوارات كبيرة جدا، لأن المشايخ أو الأولياء الذين ليس لهم كرامة هم الأكثر ثقلا وعمقا، الأكثر ثقلا وعمقا مش العكس. بينما اللي لهم كرامة ظاهرة وبسيطة. أنا أذكر حاجة كده يعني حدثت في قريتي، أنا من قرية طاروت، أن والدي ذكر عن شيخ توفاه الله كان اسمه الشيخ السيد أبو قور، ورأته الناس في الحج، وقبلها بيوم واحد كان موجود في القرية، فسألوه فنكر في البداية، قال لهم لا مش أنا، أكيد مش أنا، يعني ده تشابه كده في
ولكنه كان صديق والدي، فعندما يعني سأله يعني قال له الكرامات يعني إذا تحدث عن الكرامة أخذها منه الله. مهم. وفي نفس الوقت اللي سأله كان في ديك، فيبقى ايه في حاجة تتعمل وبتاع، فقال له لا لم يؤذن بعد يا مولانا. فبعد ما الشيخ السيد أبو قورة ترك والدي ومشي، لقوا الديك ميت وراء السجادة. ليه؟ لأن هو كان بيقدم، ووالدي ادعى أنه لا يؤذن. مم. وهذا الشيخ قال اذبح هذا المؤذن، لأن هو خلاص عارف ان هو هو ففي درجة من الانكشاف. ربنا بيكشف مهم. عن هؤلاء الناس قدرات وأشياء خاصة، وبيلبي ليهم أشياء أخرى أكثر خصوصية. يعني يمكن أخذ حضرتك لمثال آخر بسيط جدا ومشهور أيضا، مش في صعيد مصر، كان في الحرم يلاقوا في حد جاي بيصلي معاهم كل فرد بفرد. ففي أحد المرات لاحظ أحد الموجودين إن الراجل ده لبسه بسيط وجايب معاه عود قصب. مهم. عود قصب إيه وإحنا في الكعبة في السعودية ما فيش قصب أساسا يعني. فاقترب منه وسأله منين، قال له أنا بأحرس حقل في بلدي. وقال له أنت بلدك فين؟ قال له بلدي اسمها كذا. هو لا يعلم أنه من أهل الخطوة. هذا الرجل الذي يحرس الحقل لا يعلم أنه من أهل الخطوة، هو عايز يصلي في الكعبة فبيلاقي نفسه بقى في الكعبة. يعني الحكايات الكتيرة فأخذ دي جميلة. هذا الرجل السعودي، الرجل الذي يصلي، وراح سأل عن الأول. قال له إيه؟ قال له أنا عايز منك عود قصب. مم. قال له لا لا أستطيع، أنا أقدرش، هذه أمانة وأنا مجرد حارس. عايز تعالى خد من. هو متصور المسافة قريبة. هو مش مدرك فجاء الرجل وسأل عن القرية ووصل إلى صاحب الحقل وذكر له هذه الحكاية، وصاحب الحقل خده وراحوا عشان يشوفوا هذا الرجل البسيط الحارس. وجدوه عند وصولهم قد مات. مهم. عشان انكشف عشان خلاص لا ينكشف السر. يعني الحكايات مش هتخلص. طبعا اكيد يعني. استفدنا من وجود حضرتك معانا النهارده، وشكرا جزيلا يا فندم، نورتنا وشرفتنا. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. ربنا يخليك وكل المشاهدين بخير وحضرتك بخير، وانا شاكر ليكم هذه الاستضافه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. خلونا نطلع لفاصل قصير ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم يوم جديد.